السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد الرحمة المهداة، وعلى آله وصحبه ومن والاه. كي أتحدث عنك يا حبيبي ويا شفيعي أحتاج لأفصح لسان، ولكي أكتب عنك لا تكفي أطراف البنان. فوصفك لا يجيده القاصرون، ولا يصل لمعناه التائهون. ولمحبتك معنى راق عظيم، فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل صلاة وأزكى تسليم. اليوم جيتكم بفيديو لروتين يوم المولد النبوي الشريف، كيفاه فوتناه وش وجدت له، يعني القعدة كاملة حاولت نشاركها معاكم، والوصفات أيضا اللي حضرتها مسبقا تلقاوهم كامل راني حطتهم لكم في القناة، ونحط لكم أيضا الروابط تاعهم في صندوق الوصف راح تلقاوهم. إذا كما شفتوا في الصور وجدت طمينة جات بنينة وطرية تسخف. وثاني وجدت معاكم وصفة تاع النوغا البيضة والنوغا العادية تاع الكراميل، يعني كل واحد والذوق تاعو، أنا درتهم في زوج لإرضاء جميع الأذواق. الوصفات بالتفصيل راح تلقاوهم في القناة. هنا شاركت معكم فقط مقتطفات من يوم المولد والتحضيرات. هذه النوغا البيضاء وهذه النوغا بالكراميل، هذو نديروهم كامل ليلة المولد. وبالنسبة للعشاء تاع المولد يعني اللي يسبق السهرة، كل واحد وش يدير، الأغلبية يديروا بربوشة ولا طعام، كاين اللي يدير رشطة، كاين يدير شخشوخة. هنا المرة هذه درنا محمر بالروز، جا بنين هو ثاني يسخف تلقاو الوصفة في القناة. إذا هذه بعض المقتطفات تاع النهار ولا ليلة المولد النبوي كيفاه فاتت. هذه بعد العشاء، بعد ما نتعشاو ونريحو ونصليو، إذا نحطو طاولة تاع سهرة يفرحوا الولاد الصغار ونتلمو ونقصرو، طبعا بعيدا دائما عن الجو هذاك تاع الخارج والمفرقعات اللي أنا ضده تماما. فيوم المولد النبوي هو فقط لاسترجاع واستذكار السيرة النبوية والهدي النبوي في لمة عائلية بسيطة وبعيدة كل البعد عن كل ما ينافي القيم. إذا هذه كانت القعدة تاعنا، حطيت فيها بعض الوصفات كما راكم تشوفوا. هذه النوغا البيضاء اللي نخلي لكم الوصفة تاعها في القناة، وهنا القشقشة ولا كما يقولوا في بعض المناطق الدراز ولا التراز، كل واحد كيف يسميه، يعني مجموعة من المكسرات والحلويات يخلطوا كامل مع بعضهم ويتحطوا في السهرة تاع المولد. إذا هذه كانت قعدتنا وسهرتنا المتواضعة. طبعا احنا بعد العشاء قلت لكم نديروا السهرة ولا القعدة تاعنا نحطوا التراز ولا قشقشة ومعها شوية فواكه يعني الموجود، كاش ما حضرت وصفات ولا. اما الطمينة نخليوها غدوة من ذاك، يعني في نهار المولد نهار 12 ربيع الاول نحطوا الطمينة ولا نطيبوها جديدة نحطوها صباح. طبعا كل منطقة كيفاه، كاين اللي يحطوها في ليلة المولد بعد. إذا هكا شاركتكم كيفاه فوتنا ليلة ونهار المولد. اللي وصلت معايا لهذه دقيقة ما تنساش اختي تديري لايك وكومنتار، واللي مش مشتركة تشترك وتفعل الجرس باه يوصلها جديد الفيديوهات. نتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. نتلاقاو في فيديوهات أخرى إن شاء الله. تبقاو على خير، سلام وصحة مولودكم.